في هذه الحلقة غادي نشوفوا تمرين غادي نحسنوا من خلاله التحكم في الكرة أو استقبال الكرة والتمرير الجيد. هذا التمرين ممكن للمدرب أن يدمجه أثناء فترة ديال الاستعدادات في الحصص التدريبية. هذا التمرين ملائم أكثر للفئات الكبرى بهذه المقاييس اللي كتشوفوا على الصورة، ولكن إذا غيرت شيئا ما المسافات ممكن تستعمله أيضا في الفئات الصغرى. في هذا التمرين غادي تقوم بإعداد ورشتين جنبا إلى جنب كما كتشوفوا على الصورة، الورشة ديال اليمين والورشة ديال اليسار. في كل ورشة غادي تخلي جوج اللاعبين واقفين في الوسط كما كتشوفوا بهذا الخط الأصفر، وجوج ديال اللاعبين على الجوانب كما كتشوفوا كذلك، وباقي اللاعبين غادي ياخذوا الكرة ويديروا الصف في نقطة الانطلاقة. غادي نبداو بالورشة ديال اليمين. اللاعب الواقف في الوسط تما فين كاين الحرف باء كيبدا بحركة يبتعد من خلالها من البيون ويطلب الكرة من اللاعب اللي عنده الكرة اللي واقف في حرف ألف. هاد اللاعب كيمرر الكرة إلى اللاعب اللي واقف في الوسط، وهاد اللاعب اللي واقف في الوسط كيرجعها بلمسة واحدة وبطريقة مائلة إلى اللاعب الواقف في حرف ألف. هاد اللاعب الواقف في حرف ألف ما كيبقاش في بلاصتو، كيتحرك حتى هو بصفة مائلة باش يستلم الكرة، ومن بعد كيمرر الكرة إلى اللاعب الواقف في الحرف تاء. هذا الأخير يركض وراء الكرة وكيلتحق بالصف كما ترون باللون الأصفر. وبعد ذلك كل لاعب يلتحق بالموضع الموالي. اللاعب اللي كان واقف في حرف ألف يلتحق بحرف باء، واللاعب اللي كان في حرف باء يلتحق بحرف تاء. في الورشة ديال اليسار ينطلق اللاعب الواقف في حرف باء، كيعمل حركة وكيدور باش يطلب الكرة من اللاعب الواقف في حرف ألف. هذا الأخير يمرر الكرة إلى اللاعب اللي طلبها، وهذا اللاعب ديال الوسط كيستلم كيدير الكنترول دو بال بالرجل اليمنى وكيدور باش يعطي تمريرة بالرجل اليسرى إلى اللاعب الواقف في الجانب كما كتشوفوا بالحرف تاء. إذا الحركة اللي كيقوم بها اللاعب الواقف في الوسط باش يدير الكنترول دو بال كتشبه شيئا ما الحركة ديال زيدان، يعني كيجري ومع الحركة كيستقبل الكرة وكيدور، يعني ملي كيدور كتكون الكرة موجودة باش يمررها إلى اللاعب الواقف في الحرف تاء. وبعد ذلك كل لاعب يلتحق بالنقطة الموالية، ألف كيمشي لباء وباء كيمشي لتاء وتاء كيركض وراء الكرة وكيرجع إلى الصف في الحرف ألف. للإشارة هاد الورشتين كينطلقوا في نفس الوقت. في هاد التمرين المدرب خصو يركز على جودة الأفعال اللي كيقوم بها اللاعبون، فمثلا تمرير الكرة يجب أن يكون بسرعة وقوة مناسبة، ما تكونش بطيئة، ويجب أن تكون بباطن القدم. أما الحركات ديال اللاعب ديال الوسط في الحرف باء يجب أن تكون جيدة، خصو قبل ما يستلم الكرة يدير هذيك الدورة ويبتعد على البيون، لأن ذلك البيون هو بمثابة خصم جامد. وبعد ذلك غادي يطلب من اللاعبين باش يرفعوا المستوى ديال الأداء والمستوى اللي كتدور بها الكرة، يعني بسرعة كبيرة. وهناك أيضا نقطة مهمة خص المدرب يشرحها للاعبين، أنهم خصهم يفهموا المواضيع اللي واقفين فيهم. فمثلا هاد اللعابة اللي يبداو بالتمريرة فهم بمثابة مدافعين ديال الوسط. اللاعبون الواقفون في الوسط هم بمثابة اللاعبون ديال وسط الميدان، ممكن نعتبرهم اللاعب رقم 6 واللاعب رقم 8. أما اللاعبون الواقفون في الجانب في الحرف تاء فهم اللاعبون اللي كيلعبوا في الجوانب رقم 7 ورقم 11. نهاية هذه الحلقة أتمنى أن تقدم لكم إفادة، وإلى اللقاء.